أخيرا وبعد غياب دام أكثر من 16 عاما نقل المكتب السياسي للأمم المتحدة الخاص بالصومال من العاصمة الكينية نيروبي إلى العاصمة مقديشو. وقالت الأمم المتحدة إن عملية النقل تمت بعد أن تبين أن الظروف الأمنية تحسنت نوعا ما. أقف هنا اليوم من أجل نقل مكتب الأمم المتحدة للصومال إلى مقديشو، والمكتب السياسي للأمم المتحدة الآن داخل الصومال ولا يتم تشغيله من نيروبي، إنه يعود إلى مكانه الأصلي بعد أن انسحبت الأمم المتحدة من الصومال عام 1995. المكتب الذي قيل إنه سيجعل على رأس أولوياته مساعدة الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار والبحث عن تسوية لخلافات الأشقاء لم يأتي إلا بعد إلحاح من الحكومة الصومالية التي حثت الأمم المتحدة مرارا على العودة إلى البلاد. كنا نطالب الأمم المتحدة بنقل مكاتبها داخل الصومال، وكانوا يتذرعون بالظروف الأمنية، فمقديشو الآن مستقرة ومحررة وقد انتقلوا إليها بفضل جهودنا وتضحية أبطال الجيش الحكومي والقوات الإفريقية لحفظ السلام. ولعل إقدام الأمم المتحدة على إعادة فتح مكتبها في الصومال قد يشجع المكاتب الأممية الأخرى على أن تحذو حذو مكتبها السياسي. كثير من المراقبين يرون أن قرار الأمم المتحدة بإعادة مقرها إلى مدينة مقديشو جاء بعد تغير حصل في تدورات الأحداث التي شهدتها الساحة العسكرية في البلاد. انسحاب حركة شباب المجاهدين من العاصمة الصومالية مقديشو وتقدم القوات الإفريقية والصومالية في جبهات القتال من بين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذاك القرار. فالقوات الإفريقية ما زالت تتقدم في حربها ضد حركة الشباب المجاهدين وتؤمن أحياء واسعة من العاصمة الصومالية من الهجمات التي كان يشنها مقاتل الحركة. إلا أن هذا لا يعني استبعاد المخاطر الأمنية خاصة في العاصمة الصومالية مقديشو، فلا يزال مقاتل الحركة ينشطون في ضواحي مقديشو وينفذون تفجيرات بين الحين والآخر. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.